السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله باذن الله غنوجد معكم اسهل طريقة لتحضير العدس. كيجي لذيذ وما كياخدش الوقت بزاف، فبسم الله على بركة الله. الى المقادير وطريقة التحضير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خديت واحد الحبات ديال المطيشه محكوكين، شويه الربيع، ضريسه الثومه، شويه مطيشه الحك، واحد نص راس ديال البصله صغيره، وخليته وضفت عليهم الزيت، ودرت الخرقوم، الكمون، البزار، السكينجبير والملحه كتبقى على حسب الذوق. انا ما عنديش تحميره ما موجوداش، فدرت شويه ديال مطيشه الحك صافي. ضفت عليه هذاك العدس اللي هو مغسول مزيان ونقي، ونقعدو في الماء تقريبا شي 10 دقائق، ونحطو في الماء سخون صافي. وكنضيف عليه الماء من الغلايه صافي، وكنغطيه كنخليه يطيب. هذا العدس دغيا كيطيب بلا كوكوط بلا والو، غير هكا بسرعه كيوجد هذا صافي. وبعد ما بدا كيغلي كنغطيه وكنخليه يطيب. هي دغيا طاب، وها هو بعد ما طاب ها هو الشكل النهائي ديال العدس ديالنا بعد ما طاب. انا حطيته غير في الزليفات هكايا، رافقت به الغدا. ها هويا اليوم العدس ديالنا. الفيديو اليوم نتمنى يعجبكم، الا عجبكم اشتركوا في القناه، جزاكم الله خير صافي. وكنقدموا مع الغدا. كل نهار ورزقو. هو هذا الفيديو ديالنا اليوم مع الشيطه وشويه الكفته هكايا، كل نهار ورزقو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.